هاتلي يا ابني والنبي جيلاتاية من عندك. ايه جيلاتي ده نوع مناديل جديد؟ صحيح، ما انتوا بتاع اليومين دول. معلش هاتلي ايس كريم. ثانية، انت فاكرني هعديها لك كده؟ لا ما تقولش. اصل الايس كريم المثلجات او المسلوجات او الجيلاتي او البوظة او لباني او ايس كريم. تعرف ان البقال اللي انت بتجيب من عنده الايس كريم اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ثلاجة. وده بقى على درجة حرارة كام؟ بس يا بارد. اسقع من الايس كريم؟ لا انت اسقع منه. بس يا سيدي هحكي لك حكايتها بدون مقاطعة. والمثلجات بيعود اصلها للرومان والفرس والصينيين، وبدأت في عام 400 قبل الميلاد، وده على حسب بعض المصادر. هتفتكر الصينيين هيعدوها كده؟ هيعدوا الايس كريم من غير اطعمة غريبة؟ عملوه بالعسل والطحينة؟ لا بالحليب والأرز. دول كانوا بياكلوه ساقع ولا سخن؟ لا ساقع، اللي دمك بينقط ايس كريم بالشربات. نكمل. وفي عام 1295 بدأ أغنياء بريطانيا يضيفوا اللبن على التلج عشان يعملوا ايس كريم. في عام 1533 ميلاديا الأميرة الفلورنسية كاثرين دي ميدشي اتجوزت ملك هنري الثاني اللي هو ملك فرنسا. اوعي تفتكر ان هي مشيت كده لوحدها يعني كده، لا مشيت ومعاها خلطة الايس كريم، وانتقلت من ايطاليا لفرنسا. وبعد كده الطباخين بتوع فرنسا عملوها ووزعوها على الشعب. واحد منهم قام عمل محل وعمل أطعمة جميلة زي الشوكولاتة والفراولة. ولما جه الملك الإنجليزي بالسلامة هو اسمه تشارلز الأول ملك إنجلترا إلى فرنسا عام كام؟ 1600 ميلاديا. اتقدم له آيس كريم فعجبه واشترى الخلطة من بتاع الآيس كريم اللي اشترى منه. وبعد كده الأغنياء بس في بريطانيا هم اللي بقوا ياكلوا الأكلة دي. وفي عام 1700 ميلاديا يعني بعد الحوار ده بكام سنة؟ ب100 سنة بدأ الحاكم الإنجليزي بولاية ماريلاند الأمريكية بيقدم الآيس كريم للضيوف بتوعه. وفين بقى؟ على ما افتتحوا مصنع للآيس كريم في عام كام؟ 1851 ميلادية، وكان على إيد جاكوب فوسيل في ولاية ماريلاند الأمريكية برضو. وأول واحد اخترع ماكينة الآيس كريم اللي بتعمله بشكل متجانس اسمه أوجست جولين. ودلوقتي بقى عندنا نوع مشهور جدا وهو الآيس كريم بالبيستاشيو اللي عبارة عن كريمة